هل أي مشد بعد عملية شفط الدهون ينفع ولا في ضغط معين لازم يكون موجود علشان العملية تنجح فعلا؟ بعد عمليات شفط الدهون الجسم بيكون فقد جزء كبير جدا من الدهون، لكن في نفس الوقت بيكون في فراغات اتكونت تحت الجلد. كمان الجلد نفسه بيكون محتاج يرجع يشد تاني ويتظبط على الشكل الجديد. هنا بيجي دور المشد الطبي. طبيا المشد بيساعد ان الانسجة تلتصق ببعض وبيخلي الفراغات اللي اتكونت بعد العملية تقفل تدريجيا، وده مهم جدا علشان نقلل الترهل ونحافظ على الشكل النهائي للجسم. طيب ده بيخلينا نسأل سؤال واضح جدا: هل عدم ارتداء المشد واستخدام مشد غير طبي أو غير مطابق للمواصفات ممكن يأثر على النتيجة؟ الإجابة بكل بساطة أكيد بيأثر بشكل واضح، لأن عدم الالتزام بالمشد ممكن يسبب أول حاجة ترهل في الجلد، عدم تماثل في الشكل، تكتلات دهنية، ونتيجة أقل جودة رغم إن العملية نفسها نجحت. دلوقتي فهمنا دور المشد في الاستشفاء، لكن السؤال الأهم: هل أي مشد وخلاص ولا في مواصفات لازم تتوفر؟ الحقيقة إن المشد الطبي بيكون له نسب ضغط محسوبة. أول يوم من اليوم السابع لليوم العاشر الضغط المناسب بيكون من 25 ل 30 mmHg، ومن الأسبوع الثاني للرابع بيكون 20 ل 25 mmHg. بعد أول شهر من 15 ل 20 mmHg. وتغيير درجات الضغط ده بيكون من تصميم النسيج نفسه، مع إمكانية التحكم فيه عن طريق الكبش والمقاسات. يعني في البداية الجسم بيحتاج شدد أقوى، وبعد كده الضغط بيقل تدريجي مع التعافي. طيب هل الشدد العالي مفيد؟ أيوة جدا، لكن في الحدود الطبية. لو الضغط زاد عن 35 mmHg ده بيكون أعلى من المطلوب، ولو أقل بكتير من 15 غالبا مش هيعمل تأثير المطلوب. طيب الشخص اللي عامل العملية هيعرف ازاي ان الضغط ده قد ايه؟ الحل انه يتوجه لمكان متخصص من المشدات زي أماندا الخامة طبية، ويسأل عن القوة والضغط، ولو المكان عارف الأرقام وبيشرحها يبقى ده مشد طبي فعلا. لكن لو مفيش أي معلومات عن الضغط وتأثيره غالبا ده مجرد كرسي تجميلي مش طبي. وده اللي بيميز أماندا، لأنها بتقدم لك مشد طبي فعلا بيضمن لجسمك التعافي الصح والنتيجة اللي تستاهليها.